بنبدأ حلقتنا بالمغامرين اللي باين عليهم كده انهم رايحين عند واحدة من الزنزانات عشان يقضوا عليها، وبيعدوا على واحدة من الجامعات، واول ما الطلاب بيشوفوها بيبدأ يعرفوا من الشعار بتاعهم ان هم مغامرين. وعشان نعرف الحكاية من البداية بنرجع كذا سنة لورا مع البوابات اللي بتتفتح وتخرج منها تنانين وحوش وشياطين واي نوع من انواع الوحوش المفترسة، والوحوش ديت بتنزل على البشر وبتقتل فيهم واحد ورا التاني. واللي جاب الشياطين دي على كوكب الارض ان في كوكب تاني بدأ ان هو يتدمر عن بكرة ابيه، والكوكب ده كان عليه وحوش وشياطين، واول ما بيتدمر اقرب كوكب ليه هو كوكب الارض، فالوحوش والشياطين نزلت على كوكب الارض وبقى يدمروا فيها. وفي فتره صغيره الوحوش ديت دمرت تلت العالم، ومن حسن الحظ ان الوحوش ديت كانت لهم مناطق مخصصه بس ما يقدروش ان هم يعدوها، والمناطق دي سميناها زنزانات. ولكن برضو كل ما اعداد الوحوش بتكبر في الزنزانه وكل ما قوتهم بتعلى فرصتهم ان هم يخرجوا من الزنزانه بتكون اعلى، فعشان كده لازم البشر يتدخلوا ويخشوا ويقضوا عليهم قبل ما قوتهم تعلى ويكتروا اكتر واكتر. وبنشوف في واحده من الزنزانات واحد من الوحوش الاقوياء واقف وبيلاحق واحد من البشر، والبشر ده بيكون واقف ورا واحد من الجدران عشان يحمي حياته من الوحش اللي قدامه المفترس. والوحش اول ما بيعرف مكانه بينقض عليه على طول، والبشر بيطلع السلاح بتاعه وبيوجهه ناحيته وبيضرب فيه، ولكن الطلقات ده بتسيبوش باي ضرر، وبيروح عليه وبيديله بنيه في بطنه بيكون قادره ان هي تهشم كل اعضائه بالداخل وبينزف دم، وبتنطره وبتلزقه في الحيطه اللي وراه، ومن قوه الاصطدام الجدار اللي وراه بيتكسر. والبشر ده القوه والتحمل والرشاقه من الرتبه دي، والوحش بيروح ناحيه البشر عشان يتاكد ان هو موت ولا لا، وبيكون شكله مرعب ومفترس، وبيجهز القبضه الاخيره عشان يديها وينهي حياته. ومن حسن الحظ البشر ده بيكون عنده قوه خارقه اكتسبوها البشر كلهم اول ما الكارثه نزلت على العالم. كل واحد استيقظت عنده قدره من العدم، والبشر ده ما بيكونش لسه مات وبيصد الضربه اللي جايه من الوحش ده بمجرد ايده، والهاله بتتدفق من حواليه تحت انظار الوحش اللي بيكون مصدوم، وما بيستسلمش وبيجهز قبضه بايده التانيه وبيكون موجهه ناحيه البشر مباشره. والوحش النظام بيعلي من قوته اكتر، والسلسله اللي كانت مقيده قوته وحركته بتتفك وقوته بتزداد على الاخر، ومع زياده القوه دي بيقدر ان هو يتفادى الهجوم اللي جاي عليه. وكمان ما بيكتفيش بكده، ده بيمسكه ويشقلبه وبيرزعه على الارض. الرزعه دي بيكون كافل ان هي تجدع عليه مره والى الابد وتنزله على الارض جثه هامده. والبشر اللي اكتسبوا القوه ديت اسمهم المستيقظين، وفي بشر اول ما اكتسبوا المهارات ديت والقوه ديت بداوا ان هم يطوروا منها اكتر واكتر واختاروا طريق ان هم يخشوا الزنزانات ويقتلوا الوحوش اللي جواها. وفي اشخاص تانية خدوا الطريق الاسهل وركزوا في حياتهم ومرضوش ان هم يخاطروا بحياتهم. والبشر اللي بداوا يعلوا من قوتهم اكتر واكتر واختاروا الطريق ان هم يخشوا ويقتلوا الوحوش جمعوا جيش من المغامرين المستيقظين، وكمان الوحوش جمعوا جيش من الوحوش المفترسه، وحصلت ما بينهم حرب شرسه وقويه اتقتل فيها الاف من الشياطين والاف من البشر. ومن حسن الحظ ان البشر بيكسب في الحرب ديت وبيطلعوا منها منتصرين، وبكده بيكونوا هم عرفوا ان هم يسيطروا على الوحوش وبدأ ان هم ياخدوا حريتهم في العالم بعد ما سيطروا على جميع الوحوش. ومن لحد اللحظه ديت الابطال المستيقظين ما بيخلوش يخرج من الزنزانات اي وحوش وبيقتلوهم قبل ما يكتروا اكتر واكتر وقوتهم تزيد. فعشان كده الحكومه انشأت منظمات خاصه لتدريب المغامرين في كل انحاء العالم، واحسن منظمه تدريب المغامرين في العالم كله هي واحده من المنظمات اللي في كوريا، واللي خرجت منها اعداد كبيره جدا من الابطال المستيقظين القويين في ال 25 سنه اللي فاتوا، وحصلت على لقب الاولى في العالم. وبنرجع في الوقت الحل تاني مع نفس الاشخاص اللي بيتكلموا وبيتشاوروا على المغامرين اللي راحوا واحده من الزنزانات عشان يخلصوها، وبتفاجئوا كده على صوت البنات وهم مبهورين ومعجبين جدا بشخص قاعد هناك، والشخص اللي بيكون قاعد ده هو واحد من الالف. واللي بنعرف كمان ان الالف والبشر عايشين مع بعض عادي جدا وكمان بيتجوزوا من بعض، والشابين السنجل اللي واقفين وشايفين البنات بتموت على الالف دوت بيكونوا غيرين على الاخر لان مفيش اي بنت بتشوفهم. والالف ده اسمه تشاو، واتنين السنجل اللي واقفين غيرانين منه بينادوا على السنجل التالت صاحبهم وبيقولوا له احنا هنخرج النهارده ونتفرج على فيلم في السينما، تيجي معانا ولا ايه؟ والسنجل الباقي التالت صاحبهم بيقول لهم لا روحوا انتوا واستمتعوا بوقتكم انا عندي مشوار كده هخلصه. وواحد من صاحبه بيقول له يا عم احنا في امتحانات ولازم ترفه عن نفسك، حتى في الامتحان انت شغال سيبك من الشغل ده وركز معانا. والسنجل الباقي ده بيروح عليه وبيضربه ضربه في بطنه وبيقول له مالكش دعوه بيا انا عندي مشوار كده لازم اخلصه، اشوفكم بقى الاسبوع الجاي يلا سلام. وبنعرف منهم كمان ان هو بيعمل الحاجات دي كلها وبيشتغل عشان يصرف على ابوه ده هنتعرف عليه في المستقبل. وبطلنا بيكمل في طريقه واسمه ريو، وهو ماشي بيجيله رساله من المستشفى بتقول له انت لسه ما دفعتش فواتير الشهر اللي فات والشهر ده لازم انت تدفعها في اسرع وقت والا هنمشبك من المستشفى. وريو بيكون ماشي بيقول ان شاء الله العمليه اللي انا هروح اعملها ديت ان شاء الله هطلع منها بفلوس واسدد كل ديوني اللي عليا. والالف اللي البنات كلها بتموت عليه بيركز مع ريو، وصاحبي بيقول له انت مركز مع الولد ده ليه، وهو بيعرف ان هو بيشبه عليه. وبنرجع لبطلنا ريو تاني البائس اللي بيكون زهقان من الشغل بتاعه وبيخش واحده من الاماكن المهجوره، واول ما بيخش بتلاقي 3 اشخاص جوه بيرحب بيهم، وريو بيشوف واحد تالت معاهم غريب
غريب بيقول له هو من ده، والزعيم بتاعه اسمه جيو وهو شغال سمسار، والشخص الأقرع اللي لابس بدلة بيزعق في جيو، وبنعرف ان الأقرع طالب منه شغل وبيزعله وبيقول له انت بتأجل الشغل بتاعي ليه؟ الشغل ده هتكسب منه كتير، لازم تستعجل فيه اكتر واكتر، انا مش جاي هنا عشان اقعد كتير، خلص الشغل بتاعي على طول ويلا. وجيو بيقول له ده بس شويه انا عارف انا بعمل ايه، شغلك هيخلص في ميعاده. وجيو بيقول له ان ريو هو اللي هيعمل له الشغل بتاعه، وهو بيزعله بيقول له لا ده هو ايه لو جسمه صغير هات له واحد غيره. وريو ما بيكونش مركز معاه، بيكون مركز على الضخم اللي جنبه، وبيقول له انت باين عليك كده ان انت مغامر، بس كنت مغامر في الماضي وانت دلوقتي استقلت صح ولا لا؟ وانت دلوقتي شغال عند القرع الغبي ده. والقرع بيقول له يا الغبي انت بتقول عليا انا غبي؟ والضخم بيفعل الهاله بتاعته حواليه وبيتلك العنان لقوته وبيقول له يا الزعيم سيبك من الحشر ده، انا اخش دلوقتي وافعصه تحت رجلي، والمعدل اسمه ليه وكان مغامر ولكن دلوقتي اعتزل. والقرع بيقول له ايوه انا، والقرع بيقول لي ليه ايوه انت كده عارف شغلك كويس، خش دلوقتي وافعصه. وايها الواخدين انتوا الاتنين لو مش عايزين ان انا اقتلكوا واصحكوا هنا اركعوا على رجلكم وتوصلوا ليا وانا برضه مش هسامحكم. وريو هو كمان بيتلك العنان لقوته وبيفعل الهاله حواليه وبيقول له هتوصل لك انت ايها الواخد انت بتحلم، هتوصل لغبي زيك وقرع زيك، احنا في اخر العالم والله. وبنعرف المهنه بتاعت ريو هو والزعيم بتاعه واللي بيطلقوا عليها اسم السمسار، ولكن فعلها مش زي اسمها خالص. والكاتب بيعرفنا وبيقول لنا المغامرين بيخشوا للزنزانات ويقضوا على الوحوش اللي جوه، واول ما بيقتلوا الوحوش دول بياخدوا الكنوز اللي بتقع من وراه. والمغامرين اول ما بيخرجوا من الزنزانه لازم الكنوز اللي حصلوا عليها في الزنزانه تتفتش حته حته، وممكن في الكنوز اللي هم خارجين ديت حاجات ما ينفعش ان هي تخرج للعالم ومش اي حد يستخدمها، ولو وقعت في الايد الشخص الغلط فممكن بيها ان هو يدمر اشخاص كتير ويقتلهم، فعشان كده بتتسحب منهم الحاجات ديت. والكنوز الباقيه اللي حصلوا عليها في الزنزانه اللي ما بتضرش حد بنرجعها لهم تاني، ولكن قبل ما نرجعها لهم لازم ندفعوا الضرايب حسب قيمه الكنز اللي هم واخدينه والادوات اللي هم حصلوا عليها في الزنزانه. والشرطه هي اللي حاطت الشرط ده، ولكن في اشخاص تانيين شخصيات شريره بيقولوا المغامرين ان هم ممكن يهربوا لهم الكنوز بتاعتهم من غير ما يدفعوا اي ضريبه ولا ياخدوا منهم الادوات المحرمه، بانهم ياخدوا مقابل صغير بس، وهيهربوا الادوات بتاعتهم ديت وبعد كده يسلموها لهم تاني بعد ما هم يهربوها من الزنزانه. واول ما هم يخرجوا ويستولوا على الادوات المحرمه، ولو الحكومه ما قضتش على الاشخاص الشريره ديت اللي بتهرب الكنوز من الزنزانه هتحصل جرائم في البلد، فلازم بقى نقضي على الاشخاص الشريره ديت. ولو حد شاف الاشخاص الشريره ديت لازم يبلغ عليهم على طول. وهي ديت بقى مهنه الزعيم هو وريو، ان هم بيهربوا الكنوز والادوات المحرمه من داخل الزنزانه، والشخص اللي قرع ده عايزهم ان هم يهربوا ادوات محرمه وكنز من داخل زنزانه. وبنرجع في الوقت الحالي مع القرع وهو بيقول للزعيم اكيد انت مش هتقعد ساكت كده وهما الاتنين عمالين يتخانقوا، لازم توقفهم عند حد وما تخليش ان هما الاتنين يقاتلوا، وانا هعرف اسيطر على الراجل بتاعي وانت سيطر على الراجل بتاعك. والزعيم بيقول له الظاهر كده ان انت خايف للراجل بتاعك يموت على يد الراجل بتاعي. واللي قرع بيزعله بيقول له ايها الواخد الحسالة انت مفكر ان الراجل بتاعك الحشرة ده هيعرف يقضي على الراجل المعضل بتاعي؟ لان ليه ما اعتزلش من نقابة المغامرين عشان الاصابات، لا ده كان بيقتل اصحابه في الفريق اللي بيخش مع الزنزانات، فعشان كده الحكومة حكمت عليه ان هو ما يخشش اي زنزانة تاني ويقاتل. وريو اول ما بيسمع منه القصة ديت بيقلق شوية، وليه بيبتسم له ابتسامة شريرة كده وبيقول له ما كانوش بيعجبوني وبيتصرفوا تصرفات غبية، فعشان كده كنت بقتلهم وبلمهم ككمامة. وريو في البداية بيكون ساكت ولكن بيبتسم له ابتسامة سخر وبيقول له معنى كده ان انت بتلم الكمامة، والحمد لله ان انت اعترفت على نفسك ان انت مجرد شخص بتلم الكمامة. واللي فرحان في الزعيم بتاعه قاعد وبيبتسم له، عكس القرع اللي بيكون متضايق على الاخر. والكلام اللي ريو قاله ده كله بيقدر ان هو يستفز ريه وبيشحن الهالة بتاعته بالمنى وبيوجهها ناحية ريو مباشرة، واللي بيحس ان القبضة ديت ما زيتهوش بضرر، فهو ما بيبص وبيركز بتلاقي بالفعل ريو تفادى الهجمة بتاعته دي بكل سهولة. وريو بيقول له واحد كمامة زيك مش هيعرف ان هو يسيبني بضرر، وده بيضايق ليه على الاخر وبينقض عليه بسرعة كبيرة وبالايد التانية بيداله في وشه، ولكن اللي بيتفاداها بكل سهولة وبيرفع رجله كده وبيقول له دلوقتي الدور عليا، وبيديله بالرجل في وشه بينطره له بعيد تحت انظار القرع اللي واقف وبيكون بيفتح بقه من الصدمة. والزعيم بيبدا يشمت فيه وبيقول له انا قلت لك ان انا جبت لك احسن راجل عندي وهو مهرهم كلهم، وانت ما كنتش مصدقني في البداية وانت دلوقتي شفت بعينيك. وريو هو كمان بيسخر من ليه وبيقول له الهيئة اللي انت فيها والعضلات ديت انا قلت قتلك هيبقى صعب عليا، ولكن طلعت تقيل جدا وعجل، واللي بيستغرب من قوة الضربة اللي خدها. والزعيم بيشمت في الأقرع وبيعرفوا ان ريو هو اقوى واحد في رجالته وهيقدر يفوز على اللي بكل سهولة.
والأقرع بيعرفوا ان ده ضربة واحدة، وكمان اللي لسه مخرجش قوته الكاملة. وكلام الأقرع صح، لان لما بنرجع ليه ما بيكونش لسه خارج قوته الكاملة، لكن بعد الضربة اللي هو خد ده بيتضايق وبيقول لريو ما تفكرش عشان انت ضربتني ضربة واحدة يبقى انت كده خلاص قوة هتعرف تقضي عليا، انا هوريك دلوقتي قوتي الكاملة. وبيتلك العنان اللي قوته. والكاتب بيعرفنا بعد ما كوكب الوحوش اتدمر ونزل على كوكب الارض، البشر استيقظت قوتهم وكل قوة كانت مختلفة عن التانية. ومن ضمن البشر اللي استيقظوا في اللي اصبح مدافع، واللي اصبح مختال، واللي اصبح رامي، قدرات مختلفة مع تغير الهالة. واحد تلك القدرات هي تقنية التضخيم. وتقنية التضخيم بتسمح لجسمك يكون اقوى واضخم واصلب من الاول، تبقى اشبه بالدبابات البشرية. والبشر دولت عندهم مهمة سامية، هي التصدي للوحوش والوقوف في الصفوف الاولى. حتى الصواريخ والاسلحه البشريه ما تسيبش ولا تعرف تقف قدام القوه ديت اللي اكتسبها البشر بعد مجيء الوحوش. وبنرجع للمباراه تاني مع صاحبنا وهو واقف قدام ليه وهو بيضخم نفسه بيعلى قوته وهو مصدوم من كميه القوه بتاعته، واللي بيهجم عليه بقوه كبيره. ولكن ريو بيتفادى الهجمه وبينط من المكان، ومن قوه الضربه الارض من تحت بتتدمر. ونتيجه الاصطدام والصخور اللي بتطلع من الارض بتتوجه ناحيه ريو هو والاقرع، وكمان بتنطره من مكانه وبتوقعه. والزعيم بيمسكه وبيطمن عليه وبيقول له اجمد كده وانشف، لسه المباراه هتبدا وتشتد. وريو واقف واخد وضع الدفاع وخايف من الدبابه البشريه اللي بتتقدم ناحيته اللي بيوجه له لكمه في وشه. ولكن ريو بيتفاداها على اخر لحظه، وايده من قوتها بتخرم الجدار اللي وراه، واللي بيبتسم له كده وبيقول له ما فيش اي حيله تانية تعملها، وريني بقى دلوقتي هتعرف تقضي عليا ازاي. وريو بيقول انا ما بستخدمش اي حيله ايها الاحمق. والزعيم بيكون مصدوم من القوه الجسديه بتاعته، وبيقول القوه الجسديه بتاعت ليه تقف قدام دبابه، وكمان الدبابه هتتحطم قدامه، ما بالك بقى لو ضرب بشري، لو ايده بس لمسته فجسمه كله هيتدمر. والزعيم بينادي ريو بيقول له يا ريو خلص المباراه دي على طول عشان نمشي، لو اتاخرت اكتر من كده وصابك باي ضرر فانت مش هتاخد الراتب بتاع الشهر ده. وريو بيتصدم وبيقول الزعيم الواخد بيستغل كل فرصه عشان ما يقبضنيش، واللي بيتوجه له وبيبتسم ابتسامه شريره وبيقول له باين الرئيس بتاعك مش شايف اللي بيدور، لان لو جه وشافه هو هيموت وهيتصدم، لان الراجل بتاعه هيموت دلوقتي عشان الحياه الرخيصه بتاعتك اللي انت بتعملها ما بقتش تنفع مع واحد قوي وضخم زيي. وريو بيقول لازم اخلص الموضوع في اسرع وقت، وبيشوف حديده جنبه وبيمسكها بيستخدم مسلاح، وده اللي بيصدم ليه، ولكن برضه ده ما بيهمهوش. وريو بيقول ده هيكون كافي عشان اكسر عظمه، واللي بيتقدم ناحيته بسرعه كبيره وهو بيجمع الهلا والمنى وبيجمعها في القبضه بتاعته اللي بيكون متوجهه مباشره ناحيه وش ريو. وريو واقف ومش ملك له اي بال، وبيقول في نفسه الناس كلها مفكره ان المتانه والتضخم ما فيش حد بيعرف يقف قدامهم ولا يعرف يضاهي قوتهم، ولكن انا شفت نقطه ضعف فيه، لازم انا اركز على الاعصاب بتاعته، لازم انا اضربه في الاماكن الحيويه في جسمه، واللي بيكون بيهجم عليه بقبضته الاتنين، وجسمه وعينه بيكون مليانه بالهاله، وهما الاتنين بيتبادلوا الهجمات وبيخشوا على بعض بسرعتهم الكبيره، والهاله بتاعتهم اللي بتكون بتتدفق ومليان المكان كله. واللي بيعرفنا ان لازما يركز كل قوته في هجمه وحته واحده بس في جسمه عشان يعرف ان هو يدمره، وبالفعل بيركز كل قوته في ضربه واحده بس وهي في وشه، وبيديله واحده بالماسوره الحديد اللي معاه بتكون كافيه ان هي تدمر وشه خالص، والهلا والمنى بيكون بتتدفقوا منها، وبالفعل الهجمه دي بتنفعه زي ما هو مخطط بالظبط، بيبدا ينزف في الدم تحت انظار القرع اللي واقف ومصدوم، وعكس الزعيم اللي واقف وملامحه بتدل ان هو عارف قوه ريو كلها، والضربه بتاعت ريو بيكون كافيه اللي هي ترقد ليه على الارض مش قادر يقوم، واللي هو راقد على الارض بينزف بالدم، وبيقول ايها الحشره انت امتلكت القوه دي كلها امتى؟ واللي بيقولوا انت مفكر ان انت بعد ما تضخمت جسمك هتعرف ان انت تقضي عليا؟ كل الاشخاص برضو بتفكر نفس تفكيرك ان لازم الجسم يكون قوي، ولكن ما يعرفوش ان انا ابويا واحد من الاساطير العظماء اللي كانوا بيمتلكوا قوه هائله في الماضي. وريو بيحكي لنا قصته مع ابوه، وبيقول لما كنت طفل كان ابويا مغامر عظيم، مغامر من القوة العليا، ومش انا بس اللي كنت بشوفه كده، ابويا هو اسمه سونغ، كان واحد من الابطال العظماء اللي كانوا بيحكموا العالم ده كله زمان، اللي كانوا بيتسموا بابطال الجيل الاول، اول اشخاص يمتلكوا القوة بعد نزول الوحوش، واللي هم عاشوه محدش عاشوا قبل كده ولا حد هيعرف يعيشوا، لانهم شافوا مأساة في حياتهم الماضية، شافوا اعز مالهم بيموتوا قدام عينيهم وهم مش عارفين يعملوا لهم حاجة، وعلى الرغم من انهم عمالين يقتلوا بكل جدية وكل قوة عندهم عشان يدافعوا على انفسهم، لان برضه مش عارفين مقدار الكارثه اللي هما بيواجهوها. وابويا هو والمجموعه بتاعته واصدقائه دخلوا مكان وما يعرفوش ان المكان ده هو مكان موتهم، واللي احنا دلوقتي بنسمي المكان ده اسمه الدنجون. واول ما دخلوا الدنجون شافوا وحش عملاق، وحش لا يقهر، وحش كبير، وحش عملاق، والوحش الكارثه بدا يبخ السم بتاعه ناحيه الابطال، وهما بيتفادوا الهجمات بتاعته دي بكل صعوبه، وفي بعض منهم ما بيكونوش عارفين يتصدوا الهجمات، وفي اشخاص منهم كانت سرعتهم بطيئه وردة فعلهم كمان بطيئه، فعشان كده السم بتاع الوحش اللي كان بيلمس الشخص كان بيسيح جلده وبيموته،
وكمان الاسلحه بتاعتهم ما كانتش مساعداهم وما كانوش لسه وصلوا للتكنولوجيا اللي احنا وصلنا لهم دلوقتي. وابويا كان واحد من المغامرين دول وماسك سلاح مصنوع من التيتانيوم مقاوم التآكل ومن المستوى الادنى، وهو اللي بقى بس من ضمن اصحابه كلهم. وبعد كل اللي حصل معه وبعد ما شاف قوه الوحش اللي قدامه ما رجعش وما خافش، دخل على الوحش بكل قوه وكل جديه وبقى يهجم عليه، مع انه هو متصاب اصابات خطيره الا اني برضه ما استسلمش وقرر ان هو يقضي عليه، لان لو ما قضاش عليه دلوقتي فهو الوحش ده هيبدا ينمو اكتر واكتر وقوته هتزداد ويخرج للعالم، وفي وقتها ما حدش يعرف يتصدى له. وثلاث ابطال كانوا معدين من المكان بالصدفه وسمعوا القتال اللي بيدور، فعشان كده راحوا ناحيته على طول. واول ما دخلوا وشافوا ابويا قاعد وغرس السيف بتاعه في بق الوحش ده وموته، بيلقبوا عليه اسم البطل. وبيعدي الوقت سريعا وابويا كل يوم بيزداد قوه اكتر واكتر، وخد لقب كمان قاتل التنانين لان هو كان اول واحد يقتل تنين عملاق، وكان العالم كله عارفه وملقبه باول شخص يصطاد تنين، وهو كان اقوى شخص في قاره روسيا باكملها. الشخص اللي عمل الانجازات دي كلها هو ابويا اللي ما وقفش لحد كده وفضل يعلم من قوته اكتر واكتر، لانه هو عارف مقدار الكوارث اللي هتجيلهم بعد كده. هو انا كنت فرحان وكنت بحبه على الاخر، وكنت شايفه كان في نظري اقوى شخص في العالم كله. ولكن للاسف ابويا ما عرفش ان هو يكمل في مسيرته، وما عرفش ان هو يحقق حلمه في ان هو يقضي على الوحوش بسبب واحد من الوحوش صابه بسم. ما فيش اي مستشفى في العالم تقدر تشفي السم ده، وابويا حاول ان هو يتغلب على السم ويقوم يقاتل، ولكن السم كان شديد عليه وبقى ياكل في جسمه يوم عن يوم. او اللي بيدعوا كانوا ان هم اصحابه بعد ما شافوه في الحاله ديت خلوا يمضي على ورق سحبوا منه كل املاكه، ولمده سنين هو كان بيعاني من المرحله اللي هو وصل لها ديت. وعدى الوقت سريعا ودلوقتي ما فيش اي حد يفتكره، واسم سونغ قاتل التنانين اتمحى من ذاكره البشر، مع انه هو عمل وقدم لهم حاجات كتيره لكن هم في النهايه نسوه. وبنرجع في الوقت الحالي تاني وهو ريو واقف ماسك الحديده، وريو قاعد على الارض مش قادر يقوم تاني من الضربه اللي خدها منه. والزعيم بيقول للاقرع شفت بقى قوه الراجل بتاعي ولا ايه؟ والاقرع كان مصدوم من القوه بتاعته. وريو بيلبس اللبس بتاعه بتوجه ناحيتهم وبيوجه كلامه خاصه للاقرع وبيقول له المغامرين الحقيقيين الابطال ما بيعتزلوش من نقابه المغامرين الا اول ما يتصابوا اصابات خطره وما يقدرش ان هم يتحركوا تاني او ان هم يموتوا في واحده من المعارك. دول الحاجتين اللي المغامر الاساسي المفروض ان هو يعتزل المغامره بسببهم. اي حاجه بقى بعد كده فما يتسمش ان هو مغامر. ونصيحه مني لك يا اقرع، واحد واخد زي ده مش هيقدم لكم اي نفعه، اعزلوا من عن منصبه وما تشغلوش معاكم تاني. والزعيم بيقول له ده ريو اهدى شويه على الزبون بتاعنا. بقول لك يا اقرع انا نسيت اقول لك على حاجه، ان الفلوس اللي احنا كنا متفقين عليها هتتضاعف دلوقتي. والاقرع بيصدم وبيزعله وبيقول له ايه اللي انت بتقوله ده ما كانش اتفقنا من الاول. والزعيم بيبص له وبيقول له مع ابتسامه سخريه انتوا اللي اخترتوا ان انتوا تقاتلوا الراجل بتاعي من الاول، وانا وقتي بفلوس وانتوا ضيعتوا وقتي، فلازم انت توافق على ان انت تضاعف المبلغ اللي احنا كنا متفقين عليه من البدايه. وحق يا عم تضييع الوقت ده مش مهم، انا عايز حق المباراه اللي كانت لسه حاصله من شويه، فاحنا ما بنعملش اي حاجه بالمجاني. والاقرع ما بيكونش في دماغه اي حاجه يعملها وبيضطر ان هو يوافق. والزعيم بيقعد بعد كده وبيحط رجل على رجل وبينادي ريو وبيقول له يا ريو انت سمعت قبل كده عن الدبور السماوي؟ وريو اول ما بيسمع الاسم ده بيدف في المار اللي هو كان بيشربه وبيقول له ايه اللي جاب السيره الشؤم دي دلوقتي؟ وكاتب بيعرفنا ان الدبور السماوي مش مجرد وحش بس، هو وحش درجه خطورته 100%، ده مش على كوريا بس ده على العالم كله. ومن قوه الوحش دمر واحده من المناطق اللي في كوريا وخلاها عش له. والزعيم بيقول له يا ريو حتى اقوى المغامرين ما عرفش ان هم يقتلوه، ومستحيل عليهم ان هم يعرفوا يقتلوه طبعا لان قوته في حته تانية خالص. ولكن ما بنعرفش ايه اللي بيحصل تاني لان حلقه النهارده بتخلص. ولو عجبتك الحكايه والحلقه انزل اعمل لك اشتراك. وسلام على اهل السلام. سلام.